We learned today that 12 hours after the crash, the driver, Macy Lathers, had no recollection of what happened after being given Narcan. She will remain behind bars as she awaits trial. The social media model accused of causing a deadly crash was back in court today. This after prosecutors charged her with new counts of DUI manslaughter. Our crime specialist Bridget Matter has the judge's ruling. Images porque supposedly the crash she tried to leave the scene. So. Alright, I'm just gonna need an officer to come with us. Yeah, gotcha. No problem. They're coming. Yeah. I'll get our legs. Alright. بيوم 10 أغسطس من سنة 2024 وتحديدا على الساعة 6:45 صباحا كان في 5 مسعفين من ميامي موجودين عند امرأة كانت مرمية على الرصيف وتحكي كلام مو مفهوم. بعدين هاي المرأة طلبت من واحد من المسعفين انه يقرب منها لانها بدها تحكي له شي. اول ما قرب منها بدأت انها تحكي له بانهم قادمون وبدأت انها تكرر هاي الجملة كثير. المسعف كان مستغرب، حالتها ما كانت طبيعية وكمان مين اللي قادمون؟ يعني هي ظلت تكرر هذا الكلام. وبعدين بدأت انها تحكي له بانه هي من المستقبل. فبهاي اللحظة ادرك المسعف انها ما كانت بحالة طبيعية. بعدين بدأوا انهم يسألوها شو اللي حصل معها او هل تتذكر اي شيء، شو اللي وصلها لهاي الحالة. وحكت لهم انه هي فعلا متذكرة شو اللي حصل. ولما سألوها شو اللي حصل حكت لهم بانه هي ماتت. فكل ما كانت تحكي المسعفين والسلطات اللي كانوا موجودين بالمكان كان يصير عندهم فضول اكثر انهم يفهموا شو اللي حصل معها. يعني هي مستحيل انها تكون من المستقبل وما في حدا يموت ويرجع على قيد الحياة مرة ثانية. بعدين بدأت انها تحكي لهم بانه هي لازم تبعد عن هذا المكان لانه هذا المكان راح يجوا الفضائيين. وكانوا الفضائيين اللي كانت تحكي عنهم هم شخصين انقتلوا ومستحيل انهم يرجعوا على قيد الحياة. فمين هاي المرأة وشو اللغز اللي وراها؟ هذا اللي رح نعرفه تفاصيل قصة اليوم. ميسي ظهرت بتسجيلات كاميرات المراقبة وهي ماشية على الرصيف بمكان تقريبا كان مخصص للناس اللي بدها تركض الصبح أو بدها تتمشى. بس هي ما كانت جاية لهذا المكان لحتى تمارس الرياضة لأنها كانت لابسة بنطلون جينز، يعني ما كانت لابسة لبس مناسب لحدا بده يركض أو بده يتمشى. المهم اللي ظهر بتسجيلات كاميرات المراقبة إنه ميسي وهي ماشية بدأوا الناس إنهم يركضوا بالاتجاه المعاكس، كانوا يركضوا ويصرخوا وكأنه شافوا شيء معين حصل. هي ظلت مكملة طريقها ولا كأنها شايفة هدول الناس أبدا. بس بعدها بشوي لفت ورجعت وكأنه سألت حدا عن اللي حاصل وحكى لها شو اللي حصل، فرجعت مع الناس لحتى تشوف شو اللي حاصل. ضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لشارع رئيسي وشافوا انه كان في حادث حاصل ل3 سيارات وكان المكان بحالة فوضى كبيرة، في رجال اطفاء وكمان في مسعفين كانوا يحاولوا انهم يفكوا جزء معين من السيارة لحتى يقدروا انهم يوصلوا للضحايا. الحادث بين 3 سيارات، سيارة مرسيدس لونها أبيض وسيارة رينج روفر لونها أسود وسيارة ثالثة لونها فضي. وتبين إنه السيارة المرسيدس اللي لونها أبيض قطعت الإشارة الحمراء وكانت سايقة السيارة على سرعة 80. فلما قطعت الإشارة الحمراء صدمت بالسيارة اللي هي رينج روفر، والسيارة الرينج روفر صدمت بالسيارة الفضية. على طول تم نقل السائق اللي كان بالسيارة الرينج روفر وكان لسه على قيد الحياة. أما بالنسبة للسيارة الفضية فكان فيها شخصين، واحد كان اسمه إبراهام وصديقه كان اسمه جيسوس، وكانت كمان معهم بالسيارة واحدة اسمها هانيتا واللي هي زوجة إبراهام. إبراهام وصديقه على طول فارقوا الحياة مجرد ما حصل الحادث. أما بالنسبة لزوجة إبراهام فتم نقلها للمستشفى وانقاذ حياتها. فكانت حصيلة الحادث وفاة شخصين اللي هم إبراهام وصديقه اللي كانوا بالسيارة الفضية، وإصابة شخصين اللي هو سائق الرينج روفر وهانيتا اللي كانت سائقة بالسيارة الفضية بس خسرت زوجها. وكان السؤال مين اللي كان سائق السيارة المرسيدس
وتسبب بهذا الحادث. وبنفس هذا الشارع كانت ميسي اللي حكينا عنها ببداية الفيديو شافت الناس يركضوا باتجاه الحادث وما كانت مهتمة هم ليش يركضوا، بس بعدين لما رجعت وشافت شو اللي حصل على طول أخذت طريق ثاني تماما نزلها عن مبنى سكني. بس هذا المبنى السكني ما كان بعيد عن مكان الحادث، يعني كان على الشارع المجاور، ووقعت على الأرض وكانت بحالة سيئة كثير. فكلهم كمان انشغلوا بميسي. رجال الشرطة كان حاصل كثير أحداث بهذا الشارع، الحادث وحالة ميسي، ففي 2 من الضباط راحوا لعند ميسي لحتى يشوفوا شو اللي حاصل معها وطلبوا لها الإسعاف. زي ما حكينا ميسي كانت بحالة مو طبيعية نهائيا، لا كلامها كان موزون ولا عارفين يفهموا عليها ولا شو اللي حصل معها. كانوا الناس كلهم متجمعين وقاعدين يتفرجوا عليها، ومن ضمنهم كانوا عمال بناء موجودين بنفس المكان اللي حصل فيه الحادث. فبدأ رجل الشرطة انه يسألها شو نوع السيارة اللي كانت معها. بدأ انه يربط المواضيع ببعضها وحكى انه ممكن يكون إلها علاقة بالحادث. فبدأت تحكي له اسمي مرسيدس، مع انه هي اسمها ميسي، بس بدأت الأمور تفوت ببعضها، يعني شوي تحكي اسمها وشوي نوع السيارة، ما كانت بحالة طبيعية كأنها متعاطية يعني. بعدين بدأت تحكي لهم إنه هي جاية من المستقبل، والضابط كان يحاول إنه يسايرها، وآخر شي بدأت إنها تحكي كلمة واحدة بس وبطريقة متكررة كثير. بدأت تحكي لهم كلمة وردي. Mercedes. Calm down. I'm from the future. Crystal ball. 2C pink. وهسه خلونا نعرف شو قصة الوردي. بكولومبيا في امرأة ما حدا يعرف شو اسمها الحقيقي، بس اسم الشهرة اللي معروفة فيه هو ملكة التوسي. هاي المرأة كانت هي رئيسة المنظمة اللي كانت معروفة باسم LE. هاي المنظمة كانت تعمل على تهريب الممنوعات، وحرفيا كانت منظمة متكاملة من كل الاتجاهات. كان في مكان للتصنيع، منازل آمنة للتخزين، حتى الشحن بطريقة آمنة عن طريق أنفاق تحت الأرض. وهاي المنازل الآمنة عليها حراسة مشددة على مدار الأسبوع كامل، والأشخاص اللي يحرسوا هاي المنازل كلهم مسلحين، وما حدا يقدر إنه يدخل أو يطلع بسهولة إلا لو كان شخص من هاي المنظمة. لحد ما بيوم من الأيام يقرر واحد من الصحفيين إنه يدخل على واحدة من هاي البيوت ويعمل فيديو على اليوتيوب. طبعا ما دخل بطريقة سرية، لا، كان بناء على اتفق مع هاي المنظمة إنه حاب يعمل فيديو عن الشي اللي يعملوه، وفعلا وافقوا. إجا لعندهم على البيت. أول ما وصل لوحدة من المنازل الآمنة بدأوا إنهم يفتشوه تفتيش كامل، هو وكامل الفريق اللي كان معه. بعدين دخلوهم وبدأوا إنهم يشوفوا أشياء رهيبة. كان في كميات كبيرة من مسحوق لونه وردي. طبعا الكميات كانت رهيبة، بس مو كل نوع معين أو نوع واحد، لا، ممكن إنه يكون هذا النوع يعتمد على الإنسان اللي بده يشتريه، شو الشيء اللي بده يوصل له. ممكن إنهم يخلطوه مع مادة ثانية. فهذا المسحوق اللي لونه وردي كان ممكن إنه يطلع منه أنواع كثيرة، وكانوا يسموه وردي بناء على لونه، لأنه هو مسحوق زي ما حكينا لونه وردي. وممكن إنه تستخدم هاي المادة لحالات طبية، يعني للتخفيف من الآلام. بس المرضى اللي استخدموا هاي المادة، اللي استخدموا نسب بسيطة، حكوا إنه هذا الشيء خلاهم يحسوا إنهم ناس سلبيين. أما بالنسبة للمرضى اللي استخدموا جرعات كبيرة، فحكوا إنه بدأ يعملهم هلاوس، يعني مو هلاوس طبيعية، لا، هلاوس مرضية وتخيلات وأوهام. وممكن كمان إنهم يبدأوا يتصرفوا بطريقة عنيفة من غير ما يحسوا على حالهم، يعني ما يستوعبوا اللي عملوه إلا لما مفعول هذا المخدر يبدأ إنه يروح. وكل الأطباء أجمعوا على شغلة واحدة بس، إنه هذا المخدر يعمل هلاوس بصرية. فتوصلوا الأطباء بالنهاية إنه هاي المادة ما إلها أي فائدة طبية نهائيا. حتى لو كان إلها فائدة بسيطة بإنها تخفف الآلام، فالآثار الجانبية كارثية لدرجة إنهم ما يخلوا إنه يكون هاي المادة يعني خيار بالنسبة لهم لحتى يخففوا الألم. وحتى هاي المرأة اللي مسؤولة عن هاي المنظمة حكت إنه هم خلوا هاي المادة باللون الوردي لأنها تلفت الانتباه أكثر، بس هي عارفة إن الممنوعات عموما تتلف الجهاز العصبي، فهي شخصيا ما تستخدم هاي المادة نهائيا. المهم هسه خلونا نرجع مرة ثانية للصحفي اللي دخل لهذا البيت اللي هو بيت الملك الآمن. بعد ما دخل وشاف هاي المادة وكانوا معه 2 حراس كانوا مسلحين، طلبوا منه هدول الحراس إنه يجرب هاي المادة، فهو حكى لهم إنه مو حاب يجرب. بس هدول الحراس ما كانوا يمزحوا معه وكانوا يحكوا بطريقة جدية، فرجعوا طلبوا منه إنه يجربها. ولما رفض للمرة الثانية وجهوا عليه السلاح لحتى يجرب هاي المادة بالإجبار.
وفعلا بالنهاية لحتى ما يتم إطلاق النار عليه أو يتم إنهاء حياته قرر إنه يجرب المادة بس لحتى يسايرهم ويطلع من هذا البيت. بعد ما أخذ من هاي المادة دخلوه للمكان اللي صنعوا فيه هاي المواد. هذا المكان كان مقرف بطريقة مو طبيعية نهائيا. يعني تخيلوا أنه كان يعمل هاي المادة اللي هي مادة المخدر بالمقلى اللي هو المقلى اللي نستخدمه للطبخ، وكان أصلا صغير كثير، حاط فيه مادة لونها وردي وبعدين بدأ أنه يحط عليها سائل ويخلطوا مع بعضه، وبالنهاية بدأ أنه يهرس هاي الحبوب بالمسدس. يعني حتى ما كان عندهم آلة يهرسوا فيها، كانوا يهرسوا هاي المادة بالسلاح اللي كان معه. فسألوا الصحفي إنه ما عمركم فكرتوا تجيبوا آلة هي اللي تطحن هاي الحبوب؟ فرد عليه بإنه لا. وبالنهاية بعد ما تنطحن كل هاي الحبوب يبدأ إنه يخلطها مع بعض ببطاقته الائتمانية. وتخيلوا إنه هاي المادة الوردية اللي تم تصنيعها بهاي الطريقة المقرفة أرباحها سنويا تقدر تقريبا بقيمة 20 مليون دولار. واحد من الأشخاص اللي تعاطى هاي المادة حكى إنه بدأ يشوف هلاوس بشكل مو طبيعي أبدا، وكأنه بكل مكان كان يشوف شيطان، وللحظة حس حاله بإنه رح يكمل حياته كلها وهو بهاي الحالة الذهانية. بعد ما راح تأثير هذا المخدر أخذ عهد على حاله بإنه مستحيل رح يتعاطاها مرة ثانية أبدا. وشخص ثاني كمان أخذ من هاي المادة حكى إنه للحظة حس إنه الزمن توقف، ما كان شايف شي نهائيا، وبعدين فجأة بدأ إنه يشوف كل الناس اللي قدامه شياطين، ورؤوس الناس اللي كانوا معه فجأة تحولت 180 درجة. من بعد هاي التجربة لحد هذا اليوم اللي حكى فيه هذا الكلام وهو يعاني من كوابيس بسبب هذا الموضوع. فبعد ما أخذنا فكرة عن هاي المادة ممكن إنه نفهم شو الحالة اللي حصلت مع ميسي. ميسي بعد ما عملت هذا الحادث هربت من السيارة وراحت لطريق ثاني، بعدين وقعت على الأرض وبدأت هاي الهلاوس إنها تسيطر عليها. بدأت إنها تحكي بإنه هي من المستقبل، وبعدين حكت إنه اللي حصل معها إنها ماتت ورجعت على قيد الحياة مرة ثانية. وآخر شي حكت للضابط بإنه الفضائيين قادمون، وبدأت إنها تكرر هاي الكلمة كثير زي ما حكينا، قادمون قادمون قادمون، قصدها عن الفضائيين. بعدين واحد من عمال البناء اللي كانوا يشتغلوا بهذا المكان إجا لعند الضباط وحكى لهم بإنه هاي المرأة شافها وهي تطلع من سيارتها وتحاول إنها تدخل لسيارة ثانية. فسألوا الضابط أي سيارة هي سيارتها، فحكى له إنه سيارتها هي السيارة المرسيدس اللي عملت الحادث. طبعا بهذا الوقت كانوا وصلوا المسعفين، وبدأت إنها تتصرف تصرفات غريبة أكثر، تطلع أصوات، فجأة تصرخ، فجأة تطلع للسما بطريقة غريبة ومخيفة. المهم بالنهاية قدروا إنهم يطلعوها بسيارة الإسعاف وتوجهوا للمستشفى. وهم مع الطريق بدأوا إنهم يسألوها عن اسمها، فكانت ترد بإجابات ما لها علاقة بالسؤال، وبالنهاية حكت لهم إنه اسمها ميسي. وبعدين بدأت إنها تسألهم إنهم يحبوها أو لا. هسه راح أحط الفيديو لما كانت داخل سيارة الإسعاف وكانوا يحكوا معها، وشوفوا كيف كانت تحكي بطريقة غريبة، كلام مو موزون نهائيا، مبين إنها كانت بحالة مخيفة. What's your name? Put me in a coffin, gold. What's your name? Macy. Macy? Macy Leathers. Macy? Hold on. What's your last name, Macy? Go now, go. فميسي ما كانت جاية من المستقبل ولا ماتت ورجعت على قيد الحياة، ولا كمان كانت شخص يقدر إنه يتنبأ بقدوم الفضائيين. كل اللي كان حاصل معها بإنها كانت متعاطية نوع معين من الممنوعات، واللي اسمه الوردي هو اللي وصلها لهاي الحالة، هو اللي خلاها تعمل الحادث، تقطع الإشارة الحمراء وتتسبب بوفاة شخصين. ميسي كانت عارضة أزياء، أو نقدر نحكي إنه هي اللي خلت حالها عارضة أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما كانت تابعة لشركة معينة أو إنها عارضة أزياء مشهورة ومعروفة، لا، هي كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي عندها بإنها هي عارضة أزياء، وشاركت أكثر من مرة ببودكاست أو لقاءات كانت أفكارها غريبة كثير. وما في كثير تفاصيل تنحكى عن حياة ميسي، بس هذا جزء من اللقاء اللي انعمل معها. Macy. I'm 22. Where you from? I'm from upstate New York, a super small town called Fort Plain. Right now I'm a bottle girl and I kind of resell things like, like sneaker drops, that. It's cool what you guys are doing. Like, I mean, you guys definitely do have a strong mindset. You kind of, make it hard for us to have our own opinion. وفعلا بدأت محاكمة ميسي، والقاضية ما كانت متعاطفة معها نهائيا، وكانت شايفة انها فعلا مذنبة
وتسببت بإنهاء حياة رجلين. وتخيلوا إنه أصلا ميسي ما كان معها رخصة قيادة، وما كانت تقدر أصلا إنها تطلع رخصة قيادة لأنها كانت موقوفة. يعني هي أصلا كان معها رخصة، بس تم إيقاف رخصة القيادة الخاصة فيها لوقت مو معلوم ولسبب كمان مو معروف. وبعدين بدأ النقاش بين القاضية ومحامي ميسي. محامي ميسي كان يحاول مبدئيا انه يحصل على اطلاق سراح بكفالة مادية، يعني تكون برا السجن لوقت المحاكمة، بس القاضية كانت رافضة هذا الشيء. والمحامي بدأ يحكي لها بانه ميسي اصلا انسانة جامعية ومثقفة وما تسبب خطر على المجتمع نهائيا، ولا عندها سجل اجرامي، ومكان اقامتها معروف وممكن انهم يحطوا منع سفر. بس القاضية كان ردها بأنه ميسي تشكل خطر على المجتمع. كانت سايقة السيارة وهي ما معها رخصة، وكمان تحت تأثير الممنوعات، وتسببت بوفاة شخصين بعد ما قطعت الإشارة الحمراء. فهذا الشيء كفيل بأنهم يخلوها داخل السجن وما يطلقوا سراحها بكفالة مادية. A social media model faces several felony charges after police say she tried to walk away from a crash in downtown Miami. 24-year-old Macy Lathers is facing several felony charges. Police say she confessed to being on the party drug known as pink cocaine when she ran a red light and crashed Saturday morning on North Miami Avenue. 2 people were killed. She's an absolute danger to the community based on killing 2 for driving when she shouldn't have been in a car, and she's clearly impaired based on her statements. Macy Lathers will stay in jail as she awaits trial after a judge called her extremely dangerous. She appeared in court this morning visibly distraught with her head in her hands. The social media model is accused of killing 2 people after police say she crashed her car at almost 80 miles per hour in the city of Miami last month. Investigators say she was high on pink cocaine at the time of the crash and should not have been behind the wheel because she had a suspended license. Lathers, according to investigators, blew a red light. اعترافات ميسي تبين انها كانت تحاول انه تهرب من مكان الحادث. يعني لما ظهرت بتسجيلات كاميرات المراقبة وهي ماشية على الرصيف وكل الناس كانت تركض باتجاه الحادث، هي كانت تحاول انها تهرب من المكان. بعدين لما شافت الناس يركضوا لمكان الحادث بدأت تحاول انها تمشي معهم. يعني ممكن مثلا انها كانت تحاول انه تبين للناس انه مو هي صاحبة السيارة، فاول ما وصلت للشارع اخذت طريق ثاني نزلها لعند مبنى سكني، وكانت تحاول انها تهرب من المكان. فلو فعلا هاي كانت نيتها فهي كانت مدركة للي تعمله وكانت تخطط كيف تهرب. طبعا محاكمتها لسه مستمرة والنطق بالحكم لسه ما اجا. تم توجيه لها كثير تهم، من ضمنها 2 قتل غير العمد، وتهمة إصابة شخص، وتهمة القيادة المتهورة، والقيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة بدون رخصة، وقطع إشارة حمراء. وغالبا فريق الدفاع ممكن انهم يستغلوا موضوع المخدر الوردي لحتى يدافعوا عنها بانه هي ما كانت بوعيها وتحت تأثير هذا المخدر. بس حتى لو كانت تحت تأثير المخدر هالشي ما راح يغير الواقع، وبانها تسببت بوفاة شخصين. ذنبهم الوحيد انه الصدفة خلتهم يكونوا موجودين بنفس الشارع اللي هي موجودة فيه وهي بهاي الحالة الغريبة. وبس هيك نكون وصلنا لنهاية قصة اليوم.